السلام عليكم اخوتي الرجويين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد في القناه ديالنا، قناه انا رجاوي. اليوم في هذا الفيديو من بعد نهايه الموسم الكروي الحالي جيت ندير تقييم لافضل 5 لاعبين في الرجاء هذا الموسم. واخا المستوى ديال الفريق ككل ما كانش كما كيتوقع الجمهور والنتائج ما كانش كما كيبغي الجمهور، ولكن على اي نفضل هذا المستوى اللي بان به الفريق. كانوا 5 ديال اللعابه اللي بانوا بانهم كيقدموا اداء زوين مع الفريق، بعضهم الاداء ديالو بقى ثابت والبعض الاخر الاداء ديالو كان متغير. لكن على العموم هاد 5 لاعبين اللي غنذكر فكيتعتبروا هما افضل 5 لاعبين في الرجاء حاليا في الراي ديالي الشخصي. قلت في الراي ديالي الشخصي حيت تقدر تلقى انني درت شي لاعب على حساب لاعب اخر، او لا ما درت شي لاعب كان كيبان لك انه زوين. المهم فداك الشيء علاش قبل ما نذكر انا هاد 5 ديال اللاعبين اللي اختاريت، هبط دابا للتعاليق. خلي افضل 5 لاعبين في الراي ديالك الشخصي واجي نشوفوا واش حطينا نفس اللاعبين ولا لا. قبل ما نبداو بالمركز الخامس، بغيت منكم اللي هذه اول مره كيشوف القناه فبغيت نقول ليه مرحبا بك في القناه ديالنا. تقدر تشترك معنا باش تولي فرد من افراد العائله الرجويه. ما تنساوش تدعموا مع الاخوان ديالنا في غزه وفلسطين بالنصر، الله ينصرهم ويقويهم ان شاء الله. فيلا اخوتي خلينا نبدا مع صاحب المركز الخامس. وفي المركز الخامس اختارت اللاعب ايوب المعموري البالغ من العمر 24 سنه، اللي تم الانتداب ديالو في الصيف الماضي من فريق اولمبيك الجزيره. اللاعب اللي كيشغل مركز جناح ايمن. بالرغم ان هذا اول عام للمعموري مع الرجاء، الا انه قدم مستويات محترمه خلاته يكون معنا في الرتبه الخامسه في هذا الترتيب. المعموري استغل كل من ضعف الخط الهجومي للفريق ومغادره بعض اللاعبين الفريق باش ياخذ الرسميه في مركز الجناح. بالنسبه للارقام ديال المعموري حسب موقع سوفا سكور فقدر يلعب 19 ماتش مع الفريق، 10 منها في التشكيله الرسميه. في 19 ماتش قدر يلعب 977 دقيقه بمعدل 51 دقيقه كل ماتش. بالنسبه للمساهمات ديالو فقدر انه يساهم في 7 ديال الاهداف بتسجيل 3 ديال الاهداف وعطى 4 ديال التمريرات الحاسمه. فهادو كانوا هما ارقام المعموري صاحب المركز الخامس معنا في هذا الفيديو هذا. كنتمنى يزيد يخدم ويطور من راسو اكثر في الموسم المقبل. ندوزو دابا مباشره لصاحب المركز الرابع. وصاحب المركز الرابع ماشي لاعب بل حارس مرمى، واللي غيكون هو مهدي الحرار. مهدي الحرار صاحب 24 سنه، ولا ايضا من الانتدابات ديال الصيف اللي داز. اللاعب اللي جانا من شباب المحمديه وكل شيء كيعقل على الماتش اللي دار ضدنا في كاس العرش. فمباشره من بعد ذاك الماتش تم الاتفاق مع اللاعب باش يجي للرجاء. المهم مهدي الحرار من بعد ما جا للرجاء لقى قدامه حارس اللي كبير اللي سميتو انس الزنيتي، فباش ياخذ الرسميه منه كانت خاصو بزاف ديال الخدمه والصبر. فجات الوقيته اللي زنيتي غادي يغادر فيها الفريق، وهنا الفرصه كامله جات الحرار اللي في 19 الماتش بداها كامله رسمي وقدر يخرج ب 8 ديال الكلين شيت وبمعدل 3 ديال التصديات في كل ماتش. هاد الارقام اللي خلاوه يكون هو المرتبه الرابعه معنا. مهدي الحرار بالرغم من هذا الاداء المحترم اللي كيقدم فراه مازال تبع الخدمه باش يبقى هو حامل عرير رقم واحد في الرجاء ويمشي على خطى الحراس الكبار اللي سبقوه. حاليا خلينا نمشيو لصاحب المركز الثالث. وصراحه كنت حاير بين جوج لاعبين، ولكن في الاخير اختارت اللاعب صابر بوغرين اللي شحال من واحد ما غيتفقش معايا في هذه الرتبه اللي حطيته، ولكن في الراي ديالي انا كاينين جوج لاعبين قدامه احسن منه. المهم صابر بوغرين اللي كيلعب معنا الموسم الثاني ليه. صابر بوغرين صاحب 28 سنه، لعب هذا العام 26 ماتش، قدر يعطي فيها فقط 2 تمريرات حاسمه، لكن هذه النسبه ديال التمريرات الحاسمه اللي طايحه راها راجعه لضعف الهجوم ديال الفريق. بوغرين اللي وصلت نسبه الفوز ديالو بالثنائيات ل 38%. المهم صابر بوكرين بهذا الاداء اللي كيقدم كيكون هو صاحب المركز الثالث في هذا الفيديو. صراحه كنتمنى يقدم احسن من هذا الشيء، خصوصا انه كويري بزاف، وإلا تحسن اكثر راه غيفيد الفريق بزاف. وصلنا دابا لاحسن جوج لاعبين في الفريق هذا الموسم. قبل ما نذكرهم بغيتكم توقفوا داك الفيديو وتخليو التوقع ديالكم لهاد جوج لاعبين في التعليق. فشكون هما جوج لاعبين؟ المهم نكملوا. اللاعب اللي غيكون هو صاحب المركز الثاني في هذا الفيديو هو صاحب افضل هدف في البطوله هذا الموسم، واللي هو محمد بولكسوت صاحب 26 سنه، اللي كان هذا الموسم هو ثالث موسم ليه مع الرجاء. اللاعب اللي المركز ديالو هو ظهير ايمن، لكن المركز ديالو الاصلي كان هو جناح. المهم بولكسوت اللي لعب 26 ماتش كاملين بدا فيهم رسمي، قدر يساهم فيهم ب4 ديال الاهداف بتسجيله الهدفين وعطى 2 ديال التمريرات الحاسمه، ونسبه فوزه بالثنائيات وصلت ل 41%. هذا الموسم بولكسوت تحصل على 2 بطاقات حمراء. المهم بولكسوت بالاداء الثابت اللي كيقدم قدر انه يكون هو صاحب المركز الثاني معنا. كنتمناو يبقى على هذا النهج، وعلاش لا يزيد يتطور اكثر من هكا. دابا وصلنا لصاحب المركز الاول. صاحب المركز الاول وافضل واحد هذا الموسم في الرجاء بطبيعه الحال في نظري الشخصي. مهم بلا ما نطول عليكم، صاحب المركز الاول في هذا الفيديو غيكون هو يوسف بالعامري. يوسف بالعامري صاحب 26 سنه، اللي كيلعب ثاني موسم ليه مع الرجاء، واللي كيلعب في مركز ظهير ايسر. بالعامري واللي نظرا للاداء ديالو الجيد اللي كيقدم مع الرجاء تمت المنادات عليه لتمثيل المنتخب في شحال من مناسبه. المهم بالعامري اللي لعب هذا الماتش 22 ماتش، قدر يبدا رسمي في 21 منها. بالعامري اللي من بعد العوده ديالو من الاصابه بدا كيرجع في المستوى ديالو ماتش بعد ماتش. تخيلوا معايا بالعامري اللي كان راجع من الاصابه حسن بزاف من بعد اللي بصحيح حسو. المهم بالعامري ساهم في هدفين هذا الموسم، ونسبه فوزه بالثنائيات وصلت ل 37%. فبهاد الارقام بالعامري يقدر انه يكون معنا في الرتبه الاولى، متفوق على كاع هاد اللاعبين اللي ذكرناهم.
نتمنوا ليه يبقى في هذه المستويات اللي كيقدم ولا احسن كاع. المهم اخوتي، كانوا هادو هما احسن 5 لاعبين في الرجاء في المنظور ديالي الشخصي. عارف باللي شحال من واحد ما غيتفقش معايا في هذا الترتيب، داك الشيء علاش راه حتى انت تقدر تخلي افضل 5 لاعبين في المنظور ديالك الشخصي. يلا الخوت، حتى لهنا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. يلا وصلتي حتى لهنا، بغيت نقول لك شكرا بزاف. قبل ما نمشي بغيت منكم اللي مازال ما اشتركش يشترك دابا باش يعاون القناه انها تكبر وتوصل رجاويين اخرين. فيلا دابا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في ريسكم وديما رجا.